مساء الخير، ايه الاخبار؟ النهارده الفيديو ده مختلف شويه عن الفيديوهات اللي انا بعملها. هنتكلم عن موضوع هو بيحصل دلوقتي واحداث كلنا شايفينها. بس قبل ما ابتدي الفيديو ده انا عايز اقول بس حاجتين. الفيديو ده انا عملته عشان ارضي ضميري قدام ربنا ان انا يوم من الايام ان شاء الله لما ربنا يسالني انت ليه ما كنتش بتعمل حاجه اقول لا انا عملت. وتاني حاجة عشان أنا التاريخ، أنا شايف إن التاريخ في ناس ما تعرفوش، الأجيال اللي جاية ما تعرفش التاريخ وكده، وفي تاريخ بيتزور. فلازم التاريخ يفضل زي ما هو والناس تعرف حقيقته. فيلا بينا بقى نعرف إيه القصة. بس بقى كده عشان نبتدي قصتنا لازم نرجع لفترة الحرب العالمية الأولى، أيام لما كانت فلسطين تحت حكم الدولة العثمانية. وقتها بريطانيا كانت خلاص الحرب قربت تنتهي، بس بريطانيا كانت عايزة تعمل اليهود. ففي سنة 1917 خرج وزير الخارجية أرثر بيلفور برسالة وعد فيها بإقامة وطن لليهود في فلسطين. والرسالة دي وضحت تعاطف بريطانيا مع الحركة الصهيونية، وشجعت اليهود إن هم يسافروا ويهاجروا لفلسطين أكتر. وتسمى الوعد ده بوعد من لا يملك لمن لا يستحق. نيجي بقى لبعد الحرب العالمية الأولى. بعد ما خلصت الحرب العالمية الأولى تأسست حاجة اسمها عزبة الأمم. دي حاجة عاملة زي الأمم المتحدة دلوقتي بس وقتها. عزبة الأمم دي دخلت على القانون الدولي مفهوم الوصاية أو الامتداد. ده معناه إن أراضي الدول المهزومة تبقى تحت وصاية أراضي الدول المتقدمة لغاية ما الدول المهزومة دي تعرف تلاقي تتحكم في نفسها، لغاية تتمكن إن هي تحكم نفسها. وفلسطين فضلت تحت الانتداب البريطاني من 1920 لغاية 1948. دلوقتي احنا وصلنا ايه؟ وصلنا ان يعني فلسطين بقت تحت الانتداب البريطاني. حلو جميل. دلوقتي بقى من ساعة ما هي بقت تحت الانتداب البريطاني وحصل مناوشات ومظاهرات ما بين الفلسطينيين واليهود لغاية سنة 48. قبلها بسنة على طول سنة 47 الأمم المتحدة وصت إن فلسطين تتقسم لدولة عربية ودولة يهودية، والقدس تبقى تحت السيطرة الدولية. سنة 48 بقى هي السنة اللي زي ما بنقول القشة اللي قسمت ظهر البعير. السنة دي أعلنت بريطانيا فيها انتهاء انتدابها لفلسطين، ومع آخر جندي بريطاني خرج من فلسطين تم إعلان على طول إقامة دولة إسرائيل. طبعا بقى مش عايز أقول لك إن الدول العربية رفضت القرار ده نهائي، وكل من المملكة المصرية، مملكة الأردن، المملكة العربية السعودية، مملكة العراق، سوريا، ولبنان دخلوا حرب مع الكيان الصهيوني، بس للأسف تم هزيمته. وبسبب الهزيمة دي اتوسع الكيان الصهيوني في احتلاله لفلسطين، فتحولت خريطة فلسطين من كده لإن هي بقت كده. طبعا بعد حرب 48 بقى وزي ما وريتكم خريطة فلسطين اتغيرت ازاي. الاحتلال والفلسطينيين ما سابوش بعض، كان كل شوية لازم تقوم ما بينهم عركة، والعركة بتقلب بمجزرة للفلسطينيين. وجت سنة 67، السنة دي بقى الاحتلال شاف نفسه فيها. بص أكن مفيش حد قده. احتل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، ودخل على سيناء في مصر والجولان في سوريا. بص أكن مفيش غيره في العالم. طبعا بقى بعد 67 والتوسع للاحتلال بعد ما كان شايف نفسه، فالموضوع ده فضل لغاية 73. طبعا احنا عارفين بقى اللي حصل في 73 وان مصر حاربت اسرائيل وكل ده عارفين. بس للأسف يعني مصر حررت أرضها، بس للأسف فلسطين فضلت لغاية دلوقتي الكيان الصهيوني محتلها، كل شوية بيضرب فيها بأحدث الأسلحة. حتى اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ده، فده الاحتلال بيستخدم يعني كل الاساليب الغير مشروعه عشان يوصل لمآربه. وده لو ما وقفش او ما وقفنالهوش هيفضل يستمر لغايه ما يشيل كيان اسمه فلسطين وكيان اسمه فلسطينيين. وده ما ينفعش، ده لازم نقفه. لازم الميديا الغربيه اللي ماشيه قاعده تمسح في كل الفيديوهات دعم فلسطين دي لازم نقف لها. وفي النهايه لازم كلنا ندعم فلسطين واخواتنا هناك بكل وسائل، بكلمة، بأي حد يقدر على أي حاجة اللي هو يدعم بيها فلسطين. ما يتأخرش، لازم كلنا نقف معاهم. والفيديو ده معمول عشان نحافظ بيه على التاريخ من أي تلاعبات بتحصل فيه، وعشان الأجيال الجديدة تعرف القضية الفلسطينية وتعرف إن فلسطين عربية وهتفضل عربية لآخر الزمان.